صح، هو الاجتماع صار كلش طويل 3 ساعات بكثير من القضايا، واحدة من عندها الأوائل وأصحاب الشهادات العليا. طبعا صار أكو توجيه في الاجتماع من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون متابعة هذا الملف من المنسق العام الصديق حسنين، ومن عندي أنا يمكن في المتابعة مع الجهات المعنية. الحمد لله وشكر اليوم صار اجتماع مع مكتب رئيس مجلس الوزراء بحضور مجلس خدمة الاتحادي والمنسقين، وصارت هناك حديث بتوصية بإرجاع الدرجات المحذوفة. يعني احنا جاي نحكي عن 8000 و7000 قرابة 15000 درجة وظيفية راح تكون للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. هاي الأشياء ما كانت تصير لولا اللقاء اللي جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء والتوجيه بهذه الأشياء المهمة لصالح أبنائه اللي هم مشمولين بالقانون. وسيد حسين أنا واثق من عنده أنه راح يكون هو أهل لهذا الموقف لغاية إكمال هذه الدرجات. وأيضا لازم ننوه شيء مهم، أنه هذه الدرجات تمشي حسب الاستحقاق، يعني ماكو واحد يجيب له مجموعة ويدخلها على مناسبة انتخابية. نقاط واستحقاق، 40,000 و15 تعينون والبقية تأتي. مو حسين؟ نعم، جزيل الشكر لك استاذ. حبيبي. طبعا هاي اول مره تصير بتاريخ ملف الحمل الشهادات العليا، والاوائل انه شخص يوصل دوله رئيس الوزراء، وهذا الفضل لك صاحب المبادره الاولى. رتبت لنا وصلت حلقه وصل بيننا وبين دوله رئيس الوزراء. ملف الشهادات العليا وحذف الدرجات واعاده الدرجات المحذوفه لم يذكر من سابقا، بس النقطة الأولى والركيزة الأساس كانت مبادرتك، وجزيل الشكر لك. جهودكم، تظاهراتكم، مواقفكم، صراحة مش أجي التظاهرة وألقاك أنت والشابات والشباب حاضرين، هاي كانت جدا مهمة، وهي اللي ساعدت بإيصال صوتكم السيد رئيس مجلس الوزراء. وطبعا السيد رئيس مجلس الوزراء باب مفتوح للجميع. هسه احنا حلقة وصل زين، لكن بالنهاية القرار يحسب إليه بأنه رعى بناته وأبناء من أصحاب الشهادة. جزاكم الله خير حبيبي سيد.